اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج المنشر. والنهارده حلقه خاصه جدا علشان هي برعايه دومتي. حاسه ان هي خاصه عشان حاجه تانية؟ انا مش عارفه مين ده. قولوا لنا في الكومنتات ايه رايكم في النيو لوك الجديد بتاعي. معانا واحد 15 سنه يعني. دومتي عملت دومتي دبل كرواسونتين حلو وحادق. دومتي دبل عكس بعض احلى مع بعض. عشان كده احنا سالناكم عن ارائكم اللي عكس الناس او اللي بتخافوا تواجهوا بيها المجتمع عشان نتناقش فيها انا وملك. ولكن قبل ما نروح للفقره دي هنبدا بالفقره المقربه الى قلب ملك، غسيل الجمهور. معانا مشكله بتقول انا عندي 25 سنه وامي لسه بتعمل خرشوف ولحد دلوقتي بتتفاجئ اني مش بحبه كل مره باكل فيه. انا بس عايز اشوف ايه خرشوف ده. لحظه واحده. خرشوف 3 بلحات في الميه دي. لا اكيد لا. اللي هو في رمضان ده. لا ده خشاف التاني. هو شبه الكرومب. ايه ده ايه ده؟ بس هو مش كرومب، ده كابوتشي. كابوتشي. مين الامهات طول عمرها تتفاجئ ان انت ما بتحبش الاكله دي؟ تقول لها مثلا السبانخ ما باكلهاش، طول عمرك ما بتاكلش سبانخ، تقول لك ايه ده؟ معقول ده انا عاملاها عشانك؟ ايوه. لا عاملاها عشاني. انت عاملاها ما تقوليش عشاني. انت ايه اكتر اكله بتكرهيها؟ اللوبيا ام عين سودا. دي اساسي دي خلاص. بس لكن انا باكل كل الاكل. ممكن اجرب الخرشوف ده. طبعا انا مش متفاجئ منك في اي اكل عادي. لا باكل بتاكلي اي حاجه. الام تفضل ام لحد ما تتجوزي، بعد كده انت تبقي ام تبقي نسخه منها وتعملي برضو اكل لعيالك وهكذا يعني. هي كده جينيريشن. معانا مشكله ثانيه بتقول صاحبتي اختارت فساتين البرايد ميدز لفرحها. اوكي. وبجد شكلها ولونها زباله ومحدش عاجبه، بس خايفين نقول لها اي حاجه عشان هي شخصيتها صعبه. ليه في الافراح بيبقى فيه الفريق بتاع البنات اللي هو فريق كله لابس شبه بعض واجبار. ممكن تكون مش لونك المفضل ومش لايق على لون بشرتك ولا اي حاجه، بس فكلنا لون بشرتنا واحد. لا يعني كلنا قلبنا كويس من جوه، كلنا الحاجات دي تمام. احنا لون بشرتنا واحد. لا ده في عنصريه على الموضوع لا ده. لا احنا كلنا قمحي ولكن أوكي. بدرجه مختلفه. تكلمي عن القاهره يعني والجيزه وكده الاريا دي يعني. هي كان لازم تقول لنا لون الفستان. ابعت لنا درجه الفستان والدرجه بتاعت الليب جلوس نشوفها هتبقى عامله ازاي. ودي كانت كل المشاكل اللي معانا النهارده في فقره غسيل الجمهور. نروح بقى للفقره اللي هيبقى فيها مشاكل وهيبقى فيها ضرب نار ربنا يستر انا خايف منك. هنروح لفقره مشاكل عكس بعض احلى مع بعض. طيب الضيف اصر ان هو يعمل الدخله الكليشيه، فعايزين نرحب النهارده حازم راغب. يا سلام. النهارده معانا حلقه استثنائيه وضيف استثنائي زي ما انتم شايفين المنظر. عشان لا ثانية، هو يعني انتوا شايفين المنظر؟ يعني تمام، هم شايفين المنظر تمام، خلاص ده رجعنا. بس ده يعني اللي مش القصد يعني اللي هو يعني المنظر العبقري الجميل. ايوه طبعا. عشان النهارده الحلقه برعايه دومتي دبل كرواسون. النهارده هنعمل مناظره لاول مره ما بيني وما بين ملك دهشان، واللي هيحكم فيها حازم راغب عشان نشوف مين فينا رايه الصح ومين فينا رايه الغلط كالعاده. فقرة مشاكل عكس بعض اللي هيحصل فيها هي مناظرة بسيطة جدا، هناخد رأي من آراء الناس. واحد فيكم هيبقى مع وواحد هيبقى ضد. لو انت مش عارف انت مع ولا ضد انا هكرر لك على طول. اللي هيقنعني هديله بوينت واللي هيكسب في الاخر هديله هدية. اول رأي معانا فلوسي ماشي. وفلوسه فلوسي. القضايا انا ايه؟ انا مع. انت مع. طبعا انت مع. الكاتبه دي بالنوته. انت ضد طبعا. انا ضد كده. اكيد 100% هتبقى ضد. سمعين. فلوسي وفلوسه فلوسي. قولي 10 مرات. قلتي 10 مرات مش هكمل وهنقوم كسبانين والموضوع خلصان. مش هكمل. فلوسي وفلوسه فلوسي. اوكي. ليه بقى؟ لانه هو الراجل. الله. فايه؟ فالدنيا جايه عليه. فلوسي رفاهيات وهدايا ليه، وهو فلوسه اساسيات وحاجات للبيت وهدايا ليا. وايه كمان؟ في حاجه ناقصه؟ فلوسي وفلوسه فلوسي. انا ضد نقول الكلام بالشكل ده. انا ما عنديش مشكله مع الكونسبت عادي، لانه امر واقع كده شئت ام ابيت هو هتعمله ولكن فاهمك مش هي. نتكلم بالطريقه دي والاسلوب ده انا ما بحبش كده. طب لو هو قال فلوسي فلوسها فلوسي، ده يبقى واحد عايز يتجوز واحده من بره مصر، من ليبيا مثلا. عايز يتجوز واحده ويبقى كده. ايوه مش ارجل حاجه ويبقى قاعد مش ارجل حاجه في السوق الراجل ده. ويبقى قاعد حاطط رجله على رجله. أيوة. وانتي اشتغلي وجيبي الفلوس.
انا نازل خارج مع صحابي، هاتي فلوس يا حبيبتي. لا مش الدرجه دي برضه. انت هتعملي كده؟ انا نازله خارجه مع صحابي، هات فلوس يا حبيبي. لو انا مش معايا هاخد منه، ما انا ما جربتش، خلي بالك. فبرضه بتعملي حساب قدام. ها الاداء اللي اتقال بيه الجمله يفرق بصراحه. برضه انت كان عينك مكشوفه قوي. عارفه يعني ايه عينك مكشوفه؟ ان انا بصل الفلوس يعني. هو في بجاحه. اوكي. فاهمه؟ وفي صراحه، ما هي الصراحه ساعات بتقلب بجاحه. لا الصراحه وقاحه. لا الحاله دي، في الحاله دي الصراحه راحه. صراحه وقاحه في الحاله دي. بالظبط. هي اتقالت باداء احسن من كده. كانت هتبقى عاديه. فلوسنا واحده بالظبط. اوكي. انت اديته هو البوينت. فانا هديله هو البوينت. ايوه. مقتنعه ان نشيل الرجاله من على الدنيا وبجد بقى. طيب دي انا ضد 100%. 100% ضد. 100% حلو قوي. ما اصل وانتي مع طبعا. ما هو ضد. حلو بقى. فيبقى انت ضد وانت مع. لا لا عليك، حط لك موقف. لا نلخبط يفهمونا غلط. انا ملاحظ ان مشاكلنا كترت، او الشكوى مننا كترت، والشكوى غير اللي انا زله. فيا جماعه هنسيب لكم الكوكب ونمشي، عيشوا انتوا عليه. خلاص انا موافق جدا على ده، انا موافق جدا. ده ما نقدرش ازاي نكمل من غير. ثانيه واحده بس. هو ما قالش حاجه. ثانيه بس. هو ما قالش حاجه. ده بيستهبل. لا مش بكلم احنا عملنا مشاكل. قول لي مشكله. احنا اكتشفنا البترول. هقول لك ايه اللي حصل. اكتشفنا البترول. أيوه. ده زود اتساع الطبقه بتاعه الاوزون، اصبح الجو حر عن زمان. مشاكل تسببنا في مشاكل في البيئه. اذا احنا لا نستاهلش نعيش على كوكب الارض. احنا هنطلع المشتري او زحل، نشوف هناك طريقنا ونشوف حياتنا. لا يا بابا، ما نقدرش نعيش من غير رجاله. الرجاله هي الاساس والباقي شنط وكده. الرجاله يعني بيت، يعني فلوس، يعني شايفاهم حاجات. أيوه. الرجاله شايفاهم حاجات. اوبجكت. الرجاله يعني ضحك ومرح. ايوه. ده انا ضد. اديني سبب. ما هو ضد ليه؟ الاب. ايوه كده. الاخ. خال. الخال والعم. اقتنعت؟ يعني لو هدي بوينت معلش هات قلمك. اتفضل. الاوزون. نحسبها الملك بصراحه. ماشي مش مشكله. لمستني بحته الاب دي. طيب في بقى حاجه بتقول بحس ان الحياه بتتكرر من زمان لحد دلوقتي. اوكي. يعني بحس ان بتحصل نفس تسلسل الاحداث، مش في حياتي بس، في العالم كله. الاحداث اللي في العالم بتعيد نفسها. الموضه مثلا اهو. ده مثال واضح اهو. ده مثال واضح اهو. الشارلستون. صح. مين مع مين؟ من ضد؟ ضد. ماشي انت مع. يلا بينا. انا مع. ايوه. ليه؟ اقول لك ليه. لان في ظاهره اسمها الديجافو. يلا. عارفها. 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 يعني انت دلوقتي مثلا قاعد مره واحده تحس ايه انا عملت ده قبل كده. أيوة. صح. ايوه. وتلاقي نفسك بتعمل ايه ده، انا هروح هنا وتروح. ده بسبب الحبل. ده أيوة. بسبب الحبل السري. لما بتبقى مولود. ايوه بس انا عايز اعرف بقى بالله عليك بقى. نشوف الحبل السري. هو انتوا ازاي مش عارفين؟ أيوة. لما بتبقى في بطن. صحيح. ازاي صحيح مش عارفين والله. ازاي متخلفين عقليا. معلش. كمل. لما بتبقى في بطن الماما بتاعتك، ماشي؟ ماما. ايه اللي ايوه. بيحصل؟ ايه؟ عايش يا سيدي 50 سنة. 50 ماشي. سنة دول وانت في بشوفهم. ال9 شهور أيوة. بيحصلوا وانت في البطن. يا سيدي. اول ما الحبل السري بيتقطع بتعيشهم بقى. خلاص بقى تبقى تشد مصيبة. الشريط من الفيديو. يعني انا لو في بطن امي بعمل وعمال بقى. ايوه. رحت اعمله تاني هنا. دي كارثه. يعني انا في بطن امي قعدت مع ملك وحليم يختاروا مين الصح ومين الغلط. لا بس لا دي مش النظريه بقى. اقول لك بقى النظريه الحقيقيه لموضوع الديجافو ده. ايوه. ان انت مخك مقسوم نصين. النص اليمين ساعات بيسبق النص الشمال بتمن ثانيه. ايوه. اذا التمن ثانيه دي هي اللي بتحسسك إشارة ان انت تحسها. لقطت الاول. انا شفت ده قبل فاللي كده. انت قلته غلط. ده احنا مش مسحنا منطقي. كده. بالظبط. ركزنا على اللي انت قلته. انا ركزت على موضوع الحبل السري ده كارثه ده. يعني اللي انا بقوله ده منطقي اكتر من الحبل السري يعني. كلامه مش منطقي. النقطه بتاعتنا وهي ليه مع او ضد. انا اقول لك حاجه. أيوه. ليه بقى؟ هنا بقى نخش الموضوع الحلقه المفقوده، الا وهو الزمن. في حلقه مفقوده ما حدش عارفها لحد دلوقتي. أيوه. ليه؟ ليه؟ الاهرامات والفراعنه اتبنت ازاي؟ انا بخاف. التكنولوجيا بخاف. اتطورت قد ايه؟ بخاف. ليه؟ بخاف. بكلمك في حاجات موجوده هنا في سقاره عادي يعني. هي ايه بقى اللي حصل عشان أيوه. نوصل لده؟ الناس زمان كانوا متطورين جدا جدا. لدرجه ان هم بدأوا اهرامات وقصه كبيره. ايوه فاهم. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بعدها؟ هم أهو. كان حجمهم إيه اللي حصل؟ كبير. ايوه بالظبط. ده احنا بقينا صغيرين. دول قوم عادي. دول قوم عادي. اذا انا ضد النظريه دي. نستفيد من ده ان انا ضد النظريه دي. تدي نقطه لمين يا ترى؟ اسمع خلاص مني اديها ولا نص ونص عشان قصه الاهرامات برضو دي حاجه حقيقيه. مفيش انصاص هنا. خلاص هديكوا انتوا الاثنين عشان ماشي. نعدي الموضوع ده. دي بقى بتقول عروسه عادي تروح تتقدم للعريس. دي بسرعه مع ولا ضد؟
ضد مع عايز تعالى إيه؟ شويه ابدا مع يلا انا معاه مش لدرجه تتقدم، يعني هي ممكن تعترف بحبها عادي، يعني انها تتقدم دي صعبه شويه. اصل هتخش مثلا هتروح تقول له عمي انا جوز ابنك، وابنها الواد يبقى خارج بقى بالشربات والكلام ده حاجه. لا ليه تخيلتها كده؟ ليه تخيلتها كده يا ريس؟ ما هو هنعمل ايه؟ ما هتقدم ازاي؟ نروح صباح الخير يا طنط، ممكن اجي اقعد مع حضرتك؟ صباح الخير يا عمو، ازيك؟ انا بحب بنت ابنك. شفت هي غريبه ازاي؟ لما بس عارف ممكن تتعمل ازاي بقى؟ ازاي؟ يبقوا مثلا انتوا ايه العيلتين عارفين بعض مثلا، صح؟ وعيلتك عارفاها كويس، فمثلا ايه امك واقفه معاها في المطبخ بيجهزوا حاجه وبتاع، في عزومه العيلتين عارفين بعض بقى، فانتوا مع بعض على طول. ففي بتجهزوا حاجه انتوا في مصيف في بتاع ماشي وهم واقفين، فهي تقول لها أنا ممكن اقول لك حاجه يا طنط، انا بصراحه بحب حليم قوي. بحب اعتراف للحب عادي. ولكن ان انا اتقدم واجي البيت ما هو بقى هنا، ما هو هنا بقى، فما نفسي نقرا فتح. انت بتقنعه. صح، حاسس ان انا خدت معاه وانتوا بقيتوا ضد فعلا. لا عادي، انا خلاص انا دلوقتي انا ضد. اقول لك حاجه دلوقتي، انا بتتقدم دي يعني تعمل ايه؟ اروح اشتري شوكولاته ليه هروح اشتري شوكولاته واروح ماشي. اخبط على باب البيت بقى وانا بالفستان واخش اقول له ازيك يا عمي عامل ايه؟ انا جايه اخطب ابنك. موجود؟ يا ترى موجود نايم ولا صاحي؟ كارثه. ما تمشيش معاكي مثلا ان هي تقول له هو ده قصدي انا بقى. اقول لك تقول له على حاجة، هو لو هو ولد، لو هو ولد هو تعمل له بروبوزل كده؟ لا برضه يا بنتي هي ممكن يكون في كافيه مثلا او حاجه وتعمل له بروبوزل بقى ويو ماري مي وهو يخش يقول لا. عارف هو لو جبان وما بيحبش يقول سيبيه يا ماما. انا كده وصلت لاخر حته خلاص، لو سمحتوا ما تكملوش. صفر. ليه يا ريس؟ ده انا مقتنع باللي انا قلته بصراحه. هي ممكن انتوا شايفينها رسمه معينه قوي، لكن لا، هي عادي ممكن تعترف، ممكن تقول له فتشجعه، هو ممكن يبقى مش فاهم او خايف او مش متاكد، فيلا نزق معاه الليله وتمام جدا. فالنقطه دي استحقها انا والعروسه بصراحه. طيب اللي بعدها بتقول على طول بحس ان اللون الاحمر لون شرير. مع ايوه اسمعني ضد ماشي. عمره ما هيكون حاجه غير شرير. ليه؟ عشان هو احمر، الشيطان لونه احمر. دي خزعبلات احنا. عشان جاي من النار، والنار لونها احمر يا اطفال. يعني ممكن تكون هي فاكره عشان هو مرتبط بلون الدم والحاجات دي. أيوة. فممكن يكون ما جاش في دماغي ده. ما جاش طبعا، ده شرير. انا هي حاجه مربوطه من وانا صغيره. بتحب الفراوله؟ عندي حساسيه منها، بحبها. فهمت ليه هي كده؟ دي حاجات منطقيه، نبدا نشوف المنطق. فاهم قصدي؟ ايوه اهو كده بقى، يعني ما الحاجات دي فين مخبياها ليه؟ انا طب اقول لك بقى على حاجه، ده أيوة. اقنعك. أيوة. انا عندي حساسيه من الفراوله، فماما تقول لي ما تاكليهاش عشان لو كلتيها هتسممي. بقت حاجه شريره ليا، موتني. صح. فخلاص بقى. كاتشب، بتحطي كاتشب على الاكل؟ شفتي زنقتك. ضد. لا زنقتك. انا ضد تمام. لا احنا حاصرينه في دور الشر زي الاستاذ غسان مطر في الافلام. ولكن لا والله هو بجد هو عادي. هو ايوه لون جميل بسيط حلو بيعبر عن حاجات كتير. تدي نقطه ليه؟ الحب بيعبر عن الحب. فالنتاين. اهو طب شفتي بقى؟ اهو شر، ما هي مش عارفه هي داخله على ايه بعدها. صح. شفتي بقى انت فشلتي ازاي؟ يبقى حاجه اهو شر. أيوة. شر الحب ده شر اصلا. دي حليمه دي ملك. انا نقطه ليا. طيب ارائكم اغرب من الناس. يعني انا لو كنت خدت اراء الناس بس لوحدها كان هيبقى فير قوي، وكانت الموضوع هيبقى تمام، ويعني منطقيه اكتر من اللي انتوا قلتوه، سواء مع او ضد، عشان انتوا تعبتوا بصراحه. فانا هديكم انتوا الاثنين هديه واحده وانتوا هتقسموها. لا مش هقسم مع دي. لا تقسيم لا. لا هي هديه، هو كيس دومتي كرواسون دبل اهو. جميل. تقسموه بقى مع بعض. طب هات. استنى عشان بس ايه اهو انا هسيبه هنا ثانيه واحده. هنعد 1 2 3 اللي هياخده الاول. ماشي. 1 2 3. ايه ده؟ شفتوا هو عمل ايه؟ انتوا شفتوا عمل ايه؟ ما هيقسموا معاك. استنى انت عايزه انهي؟ لا عايزه حادق. لا مش حادق. لا عايزه حادق. لا ده انا خدته. ده بالفلامنك. ها الحادق اديك الحلو بالشوكولاته طب بندق. شوكولاته بندق والله حلو جميل. شوكولاته بندق. خلاص بقى اتكل على الله. انت قاصد؟ انت قلت لي كده. ايوه. ودي كانت فقرات المنشر النهارده. سؤال الحلقه بيقول ايه احسن حاجه تفطر بيها الصبح؟ هل الكرواسون الحادق ولا الحلو؟ انت شايف ايه؟ لو حلو اكتر 5 اجابات كرييتيف دومتي هتكسبهم جايزه كبيره. ايه خد يا ريس. استنى. عمال تزل فينا طول الحلقه زي ما بدات. وهنختار 5 اشخاص من الكومنتس يكسبوا الهديه. شكرا جدا يا حازم ان انت كنت موجود معانا النهارده. والله العظيم تعبناك وارهقناك وطلعنا عينك والله. يا سلام يا سلام. ما تنسوش
تدخلوا على اللينكس اللي تحت الفيديو هتلاقوا الشانل بتاعت حازم والاكونتات بتاعته، تخش اعملوا له سبسكرايب وشير وتتفرجوا على كل الحاجات اللي بيعملها حازم راغب. ودي كانت كل فقرات المنشر النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك شير، سبسكرايب، فعلوا زر الجرس، تصبحوا على خير. وانتوا من اهل. ايوه يا ونيس.